فيلمنا بيبدأ بطيور اللقالق وهي بتاخد الأطفال من جبل ستوركس وتوصلهم لعيلتهم في كل مكان. ورغم صعوبة التعامل طبعا مع الأطفال، الطيور بتعاملهم بكل لطف وحب. وبنشوف بعدها الطائر جونيور اللي بيعرفنا ان طيور اللقالق ما بقتش خلاص توصل أطفال وبقت توصل أوردرات، وخاصة لشركة كورنر ستور. والشركة دي بتكون منظمة جدا وشغال فيها عدد كبير جدا من الطيور. وبنشوف الطائر جونيور اللي كل زمايله بيحتفلوا بيه لان هو خلاص وصل للأوردر رقم 1,000,000. وبنشوف بعدها الطائر تودي واللي بيوري الجونيور صورة حبيبته واللي بتكون عبارة عن وزة. بس بتيجي الموظفة وبتقطع كلامه وبتقول لجونيور ان المدير عايزه، وبعدها بيروح يقابل المدير واللي بيكون اسمه هانتر وبيحييه على تفوقه في العمل، وبيقوله ان هو هيرقيه ويخليه المدير بتاع الشركة. فبيفرح جونيور جدا ومش بيصدق نفسه وبيكمل كلامه وبيقوله ان اصعب حاجة في ان هو يكون مدير التعامل مع توليب. وبيقوله ان من 18 سنة في طائر حب توليب وكان عايز يحتفظ بيها، بس بالغلط كسر الكبسولة اللي فيها عنوان بيتها. ومن وقتها وتوليب معاهم في الشركة وبطلوا يوصلوا الأطفال وبقى يوصلوا الأوردرات، وإنها خلاص دلوقتي كبرت وبقى عندها 18 سنة ويقدروا يسيبوها تعيش مع البشر. وبيوريه كمان أرباح الشركة وإن أي انخفاض في الأرباح بيكون بسبب توليب والمشاكل اللي بتعملها، وإن هم لازم يمشوها من الشركة. وبيؤمر جونيور إن هو يروح يقول لها إنها لازم تمشي من الشركة حالا، ولو ما عملش كده ما يستحقش أبدا إن هو يكون المدير. فبيتحمس جونيور وبيقوله إن هو اللي هيقول لها. واول ما بيطلع من اوضه المدير بيروح يقول لها على طول ان هو عايز يتكلم معاها. وقتها هي بتفرح جدا وما بتكونش مصدقه ان جونيور بيتكلم معاها، وبتقوله انها نفسها تكلمه من زمان هي واصدقائها دول بيكون عباره عن دجاجه وسمانه ونعامه. وبسرعه رهيبه بيشغلوا الالات اللي هي صنعتها لهم علشان يطيروا وبيروحوا له. واول ما النفاثات بتشتغل والدجاجه بتطير بتخبط فيهم كلهم وهم طايرين في الهواء. فبيروح جونيور علشان ينقذهم، وتوليب بتلحق نفسها بالأجنحة بتاعتها اللي بتتحرق وبتملى الشركة كلها نار، وبتعتذرلهم على اللي هي عملته وبتقولهم انها بس كانت عايزة تساعدهم وبتفضل تعيط. وبعد كده بتسأل جونيور هو كان عايزها في ايه، ولما بيعرف جونيور ان النهاردة عيد ميلادها ما بيرضاش يبلغها. ولما بيشوف جبل ستوركس بيتجيله فكرة وبياخدها على هناك، وبيقول لها وقتها انها بقت مسؤولة عن الجوابات. فبتفرح توليب جدا بس بتقوله انها كانت مفكرة ان هم خلاص بطلوا موضوع الجوابات. فجونيور بيتجاهل كلامها وبيقول لها انها ما تطلعش ابدا من البرج وبيسيبها بعد كده ويمشي. وبتفضل توليب قاعدة مستنية ايه جواب يجيها، بس طبعا مفيش ولا جواب بيجي. وبنروح ونشوف طفل اسمه نيت وبيكون قاعد بيلعب فيديو لحد ما والده هنري بيطلب منه ان هما يخرجوا سوا. وهما في الطريق بيشوف عربية جنبيه فيها 3 اخوات، فبيطلب من اهله ان هو نفسه في اخوات تانية. فبيستغربوا جدا من طلبه وبيقولوا له ان عيلتهم كده مكتملة. وبنعرف ان نيت طفل مش سعيد لان اهله مش مهتمين بيه ودايما مشغولين عنه. وبنشوفه وهو بيلعب وبيشوف اعلان قديم لطيور اللقالق وهي بتاخد الاطفال. وقتها بيكتب جواب لطيور اللقالق وبيقول ان هم عيلة مكونة من 3 افراد ومحتاجين كمان طفل رضيع، وبيمضي على اساس ان هو والده. بتفضل الرسالة تتنقل من مكان لمكان لحد ما بتوصل لشركة اللقالق. واول ما توليب بتشوف الرسالة بتفرح جدا وبتكونش مصدقة نفسها وبتاخدها للمكان المخصص ليها. واول ما جونيور بيروح للمدير وبيقوله ان هو خلاص اتخلص منها بتظهر فجأة توليب على الشاشات. وقتها جونيور بيطلع لها بسرعة وبيقول لها ايه اللي خلاها تخرج من اوضتها. فتوليب ما بتردش عليه وبتاخد الرسالة بسرعة وبترميها في جهاز تحقيق الاحلام. فبيحاول جونيور ان هو يوقف الجهاز باي طريقه لدرجه ان جناحه بيتاذى، بس الوقت بيكون اتاخر جدا والطفل بيطلع لهم من الجهاز. وبيقرر بعدها جونيور ان هو ياخد الطفل وتوليب ويبعده خالص عن المدير عشان ما يشوفوش. وبينزلوا على ورشه توليب وبيكتشف انها صنعت طياره، ولما بيسالها عن السبب بتقول انها كان نفسها توصل الطلبات معاهم من خلالها. فبيقول لها جونيور ان الفرصه جات لها لحد عندها وبيركبوا الطياره علشان يوصلوا الطفل. وبنشوف ان جاسبر بيراقبهم من بعيد من غير ما يشوفوه. وبنرجع لنيت اللي بياخد شوية خشب علشان يعمل سلم. وقتها والده بيسأله هو بيعمل ايه، فبيرد عليه بيقوله ان هو بيظبط المكان قبل ما اخوه الجديد يجي. وبيحكي له كمان على الجواب. فبيقول له والده ان طيور اللقالق ما بقتش توصل اطفال من زمان. وبنرجع لتولين وفجأة الطفل بيعيط منهم فبيصعب عليها، فبتسيب السواقة بتاعت الطيارة وبتروح تطبطب عليه. وساعتها طبعا الطيارة بتقع منهم في التلج. ووقتها جونيور بيتعصب عليها
وبياخد الطفل وبيمشي، وبيطلع عليه الذئاب وبيثبتوه يضربوه. ولما بيفوق بيلاقي تولين مربوطة معاه، وطبعا ما بترضاش تكلمه لانها زعلانة. وبيدخل عليهم بعد كده القائد وهو ماسك الطفل وبيقول لهم ان هو هياكله، وبيجي ذئب تاني وبيتخانق معاه وبيقولوا ان هو القائد، وبيقولوا كمان ان هو اللي هياكل الطفل، بس الاتنين ما بيقدروش ياكلوه وبيصعب عليهم الطفل، وبيقولوا في الاخر ان هم هيتبنوه. وبعدها تولين بتزق جونيور علشان يسامحها. وقتها الطفل بيضحك جدا، فالذئاب بتطلب من توليب انها تفضل تزق في جونيور علشان الطفل يفضل يضحك. فتولين بتقول لهم انها مش هتعرف تضربه كده، وهما لازم يفكوهم هما الاتنين علشان تعرف تضربه كويس. واول ما بيفكوها بتضرب القائد بالعصاية وبيطلعوا يجروا وبيروحوا للطيارة بتاعتها، وبعد كده بيحولوها لسفينة اول ما بتنزل المية. وبنروح لنات اللي بيكون مبوظ الدنيا مع ابوه في البيت، ولما بتروح والدته علشان تطمن عليه بتلاقي ابوه معاه، فبتتكلم معاه على عدم خلفتهم مرة تانية، فبيقولها ان هو بيعمل كده علشان بيستغل كل فرصة موجودة مع ابنه. فهي بتقتنع بكلامه وبتكسر معاهم في البيت. وبنرجع لجونيور وتوليب وهم بيحاولوا يحطوا خطة جديدة، وفجأة الطفل بيعيط، فبتقرر توليب انها هتسكته، فجونيور بيقول لها تسيب له المهمة دي، وبيقعد فعلا يغني للطفل علشان يسكت. وبنشوف طائر تودي وهو بيدور على جونيور وتوليب وبيعمل خطة علشان يوصل لهم. ولما بيجي الليل بيقعدوا يستريحوا شوية، وبتقول توليب انها عملت الطيارة علشان تدور على اهلها. فجونيور بيطمنها وبيقول لها ان اكيد في يوم من الايام هتوصل لاهلها، وبيقول لها انها تنام. وقتها تودي بيشوفهم وبيروح يبلغ المدير بكل حاجة، فبيقرر يخلي تودي هو المدير علشان ولاءه، وبيخرج هو بالطيارة علشان يدور عليهم. وبنرجع نشوف نات اللي اهله بقى يطمنوا عليه ويهتموا بيه جدا. ولما المدير هانتر ما بيعرفش يمسكهم بيقرر ان هو يغير العنوان بتاع اهل الطفل علشان يعرف يمسكهم. وفجأة وهم هناك الذئاب بتظهر لهم مرة تانية وبياخدوا الطفل منهم، بس بيعرفوا يرجعوه. ولما بيجروا بيشوفوا قدامهم ابواب ازاز كتير، وجونيور بيخبط في الابواب لان هو ما بيقدرش يشوفها، فتوليب بتحدد له الاتجاهات. ولما بيعدوا بتحوطهم الذئاب مرة تانية، بس بيجي جاسبر وبياخدهم. وقتها توليب بتقوله انها مش عايزة تشوفه مرة تانية بسبب اللي حصل لها، فبيقول لها جاسبر انها لازم تديله فرصة تانية. وبيقول لها جاسبر ان هو قضى اكتر وقته في تجميع المرشد اللاسلكي علشان يعرف يوصل لاهلها، بس اتفضل جزء مش عارف يلاقيه. فبتقوله توليب ان الجزء ده معاها. وقتها الجهاز بينور وبيعرفوا مكان اهل توليب، فجونيور بيقول لها انها تروح مع جاسبر وتوصل لاهلها، فبتقوله انها هتوصل الطفل الاول وانها ملهاش مكان في وسطيهم لان المدير طردها من زمان. وقتها توليب بتودعه وبتودع الطفل وبتروح مع جاسبر. واول ما بتوصل للباب بيقرر جاسبر ان هو يسجل اللحظة دي، بس فجأة توليب بتختفي. وبعدها بنشوف جونيور لما بيوصل لبيت الطفل وبيطلع طبعا ده كمين من المدير وبيقبضوا عليه وبياخدوا الطفل منه. وبعدها بنشوف توليب وهي قدام جونيور وبتلومه على كل اللي حصل. وبعدها وهما في الشركة بيبقى في اجتماع للطيور اللقالق، فبيقرروا ان هما يفضلوا مستخبيين علشان يوصلوا للطفل. وقتها بتهاجمهم مجموعة من البطاريق ودي اللي مسؤولة عن حماية الطفل، وبيفضلوا يتعاركوا مع بعض من غير صوت علشان نيموا الطفل بالعافية. فجونيور بتجيله فكرة وبيخبط كرتونة مليانة أجراس علشان البطاريق تمسكها وهم ياخدوا الطفل ويطلعوا يجروا. والمدير والشركة بيشوفوهم وبيحصروهم، والمدير بيقول لهم ان هم لازم يسيبوا الطفل علشان يطلعوا من الشركة. فتوليب طبعا بترفض وبتقوله انها هتحط كل الرسائل في الجهاز علشان يبعد عنها. وقتها جونيور بيشغل الجهاز ورسائل بتتسحب وبيطلع كمية اطفال كتير. وقتها هانتر بيركب الجهاز وبيقول ان هو هيعمل حاجة كان المفروض يعملها من 18 سنة، وهي انه هيدمر الأوضة بتاعة تحقيق الاحلام. بس الطفل بيلعب في الريموت وبيطلع هانتر بره، ولما بيحس هانتر ان هو خلاص هيموت بياخد جونيور وتوليب معاه. وقتها جونيور بياخد توليب والطفل وبيطير بيهم. وقتها توليب بتقول لجونيور هيعمل ايه بعد ما هو بقى المدير، فبيقول جونيور لكل الطيور ان دي مهمتهم وانهم لازم يوصلوا كل الاطفال لاهاليهم مرة تانية. وفعلا طيور اللقالق بتقتنع بكلامه وبيخرج كل طائر ومعاه الطفل بتاعه علشان يوصلوا لاهله. وبيوصل جونيور وتوليب الطفل اللي معاهم لأهله واللي بيفرحوا بيه جدا. وبتروح كمان توليب لأهلها واللي بينصدموا أول ما بيشوفوها وبيفرحوا بيها جدا، وبيتصوروا مع بعض صورة تذكارية مع جونيور عشان تبقى ذكرى جميلة. وبكده يكون انتهى فيلمنا. لو عجبك الملخص اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك الملخصات الجاية كلها.